بيبدأ المسلسل بتاعنا مع شخص اسمه كانغ، وده بيكون بطل في الرماية، وكان بينافس مع شخص تاني على مين اللي بيصوب أفضل. والشخص التاني ده بقى كان متفوق عليه خالص، ودي كانت آخر طلقة لكانغ، والمفروض إن هو لو جاب أكتر من 8 هيفوز. كانغ فضل مستني للثانية الأخيرة، وبعد كده ضرب الطلقة وقدر إن هو يجيب 9، وبيكون كانغ فرحان جدا وهو ووالده اللي كان بيدربه. وتاني يوم أثناء لما كانت عيلة كانغ فرحانة وبتتفرج على المباراة بتاعته تاني، بتسمع والدته صوته وبتخرج علشان تشوف مين، بس لما بتتأخر بيخرج والد كانغ علشان يشوفها، وبيلاقيها مرمية على الأرض غرقانة في دمها. وبيظهر شخص وبيقتله هو كمان، وبيدخل بعد كده علشان يخلص على العيلة بتاعته كلها. وبيخرج بعد كده القاتل ده وبيرمي سلاح الجريمة في الزبالة اللي جنب البيت، وبيرجع كانغ البيت وبيشوف عيلته كلها وهي مقتولة. بيكون الموقف صعب جدا عليه. بتقبض الشرطة بعد كده على كانغ وبيتهموه ان هو اللي قتل عيلته، وبيقول للظابط ان نفس سلاح الجريمة اللي جبناه من الزبالة هو اللي انت كنت بتستخدمه في المباراة بتاعتك. كانغ بيقول للظابط انا ما عملتش حاجة وانا استحالة اقتل عيلتي يعني. ولما بتبدأ المحاكمة مع كانغ بيطلع براء لان الادلة مش كافية. بيرجع كانغ لبيته وهو مش متقبل ان عيلته كلها ماتت في لحظة. وكمان لما كان بيخرج في اي مكان كانت الناس بتبص عليه وبتقول ان هو ده الشخص اللي قتل عيلته كلها. علشان كده قرر كانغ ان هو ينهي حياته. بيروح على كوبري وبيقرر ان هو يرمي نفسه، وفعلا بيعمل كده، ولكنه قبل ما يقع في النهر مسك في الحديدة. بيقول لنفسه لا انا ما ينفعش اموت، انا لازم اواجه الحياة وانتقم من كل شخص كان السبب في اذيتي ومن اللي عمل كده في اهلي كمان. دي بقى كانت قصة البطل، واللي بيبقى شخصية كرتونية مش حقيقية. والاحداث دي كانت في قصة كورية شهيرة جدا اسمها دبليو. مؤلف القصة دي يبقى والد البطلة بتاعتنا واللي اسمها يون. بتكون يون شغالة دكتورة وبتروح للمدير بتاعها اللي بيعرض عليها انها تعمل اول عملية ليها، بس ده لو قدرت تعرفه ايه اللي هيحصل للحلقة الجاية من القصة بتاعت والدها. بتروح فعلا يون على بيت والدها ولكنها مش بتلاقيه. بيقولها المساعد بتاعها ان والدها اختفى من الأوضة بتاعته من الصبح، وده من غير ما يخرج حتى من الباب، وهو ما يعرفش مكانه فين. وبيقولها كمان ان ابوه كان عاوز يقتل كانغ في القصة بتاعته، وبيوريها صورته وهو مقتول. وبيقولها ان هو شاف والدها وكان فرحان جدا وهو بيرسمه وهو مقتول. بيسيبها بعد كده المساعد وبيخرج من الأوضة، وبتلاقي يون ايديها متعصى دم وان في ايد ماسكاها. وفجأة الايد دي بتشدها وبتلاقي يون نفسها فوق سطح احد المباني. وبتلاقي كمان كانغ البطل بتاع القصة غرقان في دمه. بتكون مش عارفة تساعده ازاي، علشان كده بتنزل الفندق اللي تحتهم وبتطلب من اي حد يجي علشان يساعدها. وبترجع تاني لكانغ علشان تساعده، وبيجي عامل من الفندق علشان يساعدها فعلا. وبتلاحظ يون ان كانغ لو ما تعملوش فتحة تنفس في رقبته هيموت، علشان كده بتاخد القلم من العامل وبتكون خايفة جدا. ولكنها فعلا بتاخد الخطوة وكانغ بدأ يتنفس تاني، بس بيقع بعد كده على الارض وبيكون كل الناس مفكرينه مات. ولكن الاطباء اول لما بيوصلوا بيقولوا ان لولا يون عملت كده كان زمانه مات. وبتكون يون فرحانة انها قدرت تنقذه، ولكنها بتستغرب ايه اللي دخلها جوه احداث القصة. وبياخدوا بعد كده كانغ علشان يودوله للمستشفى، وبتلاقي يون رسالة معناها ان ده كان مشهد نهاية الحلقة. وبعدين بتلاقي نفسها رجعت للعالم الحقيقي تاني، وبتلاقي المساعد داخل عليها وبيقولها ان والدها ظهر وكمان نشر الحلقة الجديدة من القصة بتاعته. بتروح يون علشان تشوفها بسرعة، وبتلاقي ان كل الاحداث اللي حصلت معاه من شوية هي دي احداث الحلقة الجديدة، وان هي بطلة القصة بتاعت والدها. وبتكون يون مصدومة جدا من اللي بيحصل. بنرجع بينا للقصة والعالم بتاعها تاني مع المساعدة بتاعت كانغ واللي اسمها بيول. ولما بتروح للمستشفى علشان تطمن على كانغ بيكون لسه عايش، وبتقول ان هم مش لاقيين البنت اللي انقذته لانها اختفت لما رجعوا علشان يدوروا عليها. وبتديله بيول الكارنيه بتاع يون، وبيطلب منها كانغ انها تدور على يون وتلاقيها بسرعة. وهنا بتحس بيول بالغيرة. بنعرف احنا كمان انها بتحب كانغ، وبتكون يون مستغربة من اللي حصل وازاي والدها اختفى من الغرفة من غير ما يخرج من الباب. وبتشك ان ممكن يكون القصة سحبته جواها زي ما سحبتها، بس المساعد بيقولها ان دي مجرد قصة وبطلي جنان، لان اصلا بالمناسبة والدك رجع يعني. بتروح بعد كده يونا علشان تسأله هو كان فين. بيقولها ان هو كان بيتمشى عادي، وبتتأكد منه اذا كان هو اللي رسم الفصل الاخير في القصة ولا لا. فبيقولها ان انا اكيد اللي رسمته يعني. وبالرغم من انها مش مقتنعة بكلامه الا انها بتسيبه وبتخرج عادي. بيطلب بعد كده المؤلف من المساعد بتاعه ان هو يعرف له انواع السموم اللي بتكون موجودة في المستشفيات، علشان كده بيشك المساعد
ان هو عايز يقتل كانغ مرة تانية، وبيرن على يون وبيقولها ان والدها عايز يقتل كانغ وانت لازم تلحقيه، وده بقى عن طريق الممرضة لانها تحقنه بحقنة مسممة وده هيخليه يموت. وبيكون المؤلف بيرسم الممرضة في الوقت ده، وبتخرج بعد كده يون من المستشفى وبترن على والدها وبتسأله هو ليه هيقتل كانغ، فبيقول لها والدها ان هو كان لازم يموت من الاول وما كانش لازم انك تنقذيه. فبتقول له يون ان دي تعتبر جريمة قتل، ولكنها بتلاقي نفسها بتتسحب مرة تانية لعالم القصة. بيحاول والدها يرن عليها بس الرقم بيكون مقفول. في الوقت ده بتسمع يون من الاخبار ان الشرطة بتدور عليها لانهم بيكونوا متهمينها في جريمة قتل كانغ، وبتعرف يون انها دلوقتي داخل عالم القصة وان قدام المستشفى اللي كانغ فيها، علشان كده بتدخل مع الاطباء المستشفى على اساس انها واحدة منهم. وبتكون في الوقت ده الممرضة رايحة علشان تدي الحقنة بتاعت السم الكانغ، ولكن بتدخل في الوقت المناسب وبتقدر انها تلحقه وبتشيل الحقنة من دراعه. بتكون الرسومات ديت بتترسم لوحدها وده اللي بيعصب المؤلف لانه مش قادر يقتل كانغ. وبتخرج بعد كده الممرضة تهرب ومش بيقدروا ان هم يلحقوها، وبيقول كانغ ليون اخيرا اتقابلنا تاني، وبيبدأ بقى يسألها انت مين وايه اللي جابك هنا في الوقت ده بالذات. فبتقول يون انا مش هقدر اقولك اي معلومات عن المرة دي، ولكن المرة الجاية هقولك كل حاجة. وبتقوله بما اني انقذت حياتك فانا ليا عندك خدمة، انا عاوزاك تسيبني اهرب من غير ما الشرطة تمسكني. وبيوافق كانغ على كده بس بشرط ان هو ياخد رقمها، وبيرن على المساعد بتاعه. في الوقت ده بقى بيبدأ كانغ ان هو يعكسها وتقريبا كده واقع في حبها، وبيقول ان هو هيستنى يشوفها تاني، وبتسيبه وبتمشي. وبتخرج بعد كده مع المساعد بتاعه علشان يهربها من المستشفى، ومش بيقدر رجالة الشرطة ان هم يقبضوا عليها. وبتخرج بعد كده علشان تروح تقعد في مكان تحت يافطة، وبتكون مش عارفة ازاي هترجع للعالم بتاعها تاني. وبتلاحظ يون ان الوقت في العالم ده بيمر بسرعة جدا، وبتفضل قاعدة هناك لحد الصبح مش عارفة ترجع ازاي، لحد لما بيرن عليها كانغ وبيسألها هي فين. وبيجيلها بعد كده بالعربية بتاعته وبياخدها معاه، وبيكون واضح عليه ان هو غني خالص. وبياخدها بعد كده لمحل ملابس علشان يشتري لها هدوم، وبتسأل بيقول كانغ هو فين علشان كده بيرن عليها، وبيقول لها ان هو مع يون وبيشتروا هدوم وهيرجعوا تاني. بتكون يون في الوقت ده بتفكر ازاي تنهي الحلقة وترجع للعالم بتاعها، علشان كده بتخرج على كانغ وبتضربه بالقلم على امل ان ده يكون مشهد نهاية الحلقة، ولكن ما بيحصلش اي حاجة. فبتعتذر لكانغ وبتمشي، بس كانغ بيقول لها هو انت بتعملي ايه؟ فبتقول له خد بوسة بجنيه، على امل برضو ان الحلقة تنتهي ويقف المشهد، بس برضو اللي احنا مستنيينه هيحصل عزيزي المشاهد. وفعلا كلمة انها ظهرت. فبتروح جارية بقى على غرفة الملابس، وبتلاقي نفسها رجعت تاني قدام المستشفى بتاعتها. ولما بيدخل كانغ علشان يشوفها بيلاقيها اختفت من غرفة الملابس، وبيكون متجنن ازاي ده حصل. وبترجع بعد كده يون للمستشفى بتاعتها وبتسأل صحابها هي اتأخرت قد ايه، بيقولوا لها انها ما اتأخرتش غير نص ساعة بس. وهي بتلاقي بعد كده ان احداث القصة نزلت وكل المشاهد اللي هي عاشتها كانت موجودة. وبيكون المساعد مستغرب ازاي الحلقة الجديدة اتنشرت والمؤلف لسه ما بعتهاش ليه. وبيتكلم بعد كده الشخص المسؤول عن نشر الحلقة المؤلف، وبيقول له ان الاحداث حلوة جدا وعجبت الجمهور، ولكن المؤلف بيطلب منه ان هو يحذف الحلقة ديت وهو يبعت له حلقة غيرها النهاردة. وبترن يون على والدها علشان تعرف اللي بيحصل، ولكنه بيقول ان هو صنع وحش ولازم يتخلص منه. وبيقول لها ان كان لازم يموت على الجسر لما كان رايح يرمي نفسه. وبياخد بعد كده شنطته وبيخرج من البيت وهو مصمم ان هو ينهي حياة كانغ. وبيروح بعد كده يرسم ان كانغ كان سايق عربية، وفعلا كانغ بيكون في الوقت ده سايق العربية بتاعته وماشي على الطريق. وبتقابله بقى عربية كبيرة جدا وبتكون خلاص هتخبطه، ولكن بيقدر ان هو يتفادى الموقف وبيخبط في الرصيف. وبيلاقي المؤلف ان المشهد اللي هو رسمه اتمسح وبيتغير وبيكون هيتجنن. وبتروح يون عند المساعد بتاع والدها، ولما بيشوف ان الفستان اللي هي لابساه نفس الفستان اللي في القصة بيتأكد بقى انها دخلت لعالم القصة وبيقع على الارض من كتر الصدمة. وبتروح يون بعد كده لمكتب والدها وبتجيب مجلدات القصة القديمة علشان تعرف ايه اللي حصل لكانغ ساعة ما كان على الجسر. وفي الوقت ده بنعرف ان والدها واللي هو المؤلف القصة كان انفصل عن والدتها، وبدأ ان هو يشرب عصير ليمون كتير، علشان كده قرر ان هو ينهي القصة اللي هو شغال فيها، وبان كان هيقزح من على الجسر ويخلص على نفسه. وفعلا ده حصل، ولكن تاني يوم الصبح لما بيصحى وبيروح يبص على الرسمة بيلاقي انها اتغيرت، وان كان متعلق في الجسر وبيكون مش عارف دي الحقيقة ولا ده تأثير عصير الليمون. وكان في الوقت ده قرر ان هو يرجع حق عيلته، وده عن طريق ان هو بينشئ اكبر شركة وبيجمع فيها عدد كبير من المحققين.
العظيم، وده علشان يقدروا ان هم يقبضوا على الشخص اللي قتل عيلته. في الوقت ده كانت قصة دابيليو بتحقق مبيعات كبيرة خالص، وكان المؤلف مبسوط بيها جدا، الا ان هو برضه كان زعلان لان القصة بتتغير من نفسها وبيحصل حاجات هو ما كانش كاتبها. في الوقت ده المؤلف كان مقتنع ان هو لو ما قتلش كان فكان هيجوا يقتله يون. في الوقت ده كانت تعبت من التفكير ومش عارفة ده بيحصل ازاي. وتاني يوم لما بتروح يون المستشفى بتلاقي المدير بتاعها بيتفرج على القصة، فبتتكسف كده وبتدخل الاسانسير، فبتلاقي ان كل الناس بتتفرج عليها، فبتقرر انها تسيب الشغل وبتروح علشان تروح. فبتلاقي بنتين في المحطة بيتفرجوا عليها برضه، فبتقول هو ايه البلد كلها ما عادش وراها غيري. وبترن يون على المساعد بتاع والدها علشان تكلمه، ولكن اثناء كلامهم مش بترد عليه، وبنعرف انها اختفت وراحت للعالم التاني. وبترد بنت على المساعد وبتقوله انها لقت التليفون ده مرمي. بنرجع احنا كمان للبطلة في عالم القصة مع بيول اللي بتكون رايحة لمحل الملابس، واول لما بتدخل لغرفة تغيير الملابس بتلاقي ان يون موجودة هناك. بترن على كنغة علشان تعرفه، واول لما بيعرف بيلف بالعربية بسرعة علشان يرجع للمحل تاني، وهناك بيلاقي يون مغمى عليها علشان كده بيشيلها وبيخرج من المحل وبيوديها للعربية بتاعته وبيهتم بيها وبياخدها معاه للبيت بتاعه. بس بيلاقي هناك 2 من الشرطة بيسألوه لو كان يعرف طريق يون لانهم بيدوروا عليها، فبيقولهم لو لقيتوها بعرفونا انا كمان. وبيدخل بعد كده علشان يوديها للسرير، وبيفضل قاعد جنبها لحد بالليل، وبتفوق شوية كده وبتبدأ تتكلم معاه وبتقول له انا عارفة كل حاجة عنك، حتى من يوم ما عيلتك اتقتلت وانت ما بتحبش تعيش في البيوت وبتعيش في الفنادق، وكمان شفت المسدس بتاعك اللي بتحطه دايما تحت المخدة. وبيكون هو مستغرب ازاي شافته، بس احنا عارفين ان هي شافته في القصة بتاعت والدها لما كانت بتقرا في العالم الحقيقي. ولما بيجي كان نازل في الوقت ده بيلاقي شخص واقف قدامه بسلاحه وكان عاوز يقتله، ولكن كان قادر ان هو يمنعه وبدأ بينهم قتال عنيف. واي نعم ابننا وسيم بس غشيم برضه، نزل فيه صارت مرت سجاير فرط على طول، وحاول المجرم ان هو يخنقه ولكن كان ابننا ضربه تاني، علشان كده بيهرب المجرم ولكن كان بيجري وراه وبيقدر ان هو يلحقه قبل ما يركب الاسانسير، بس بيلاقي اختفى من قدامه. وهنا بقى بنعرف ان مؤلف القصة هو اللي بعت الشخص ده علشان يقتل كانغ، وبيكون المؤلف متعصب جدا ان هو فشل تاني وبيكسر لوحة الرسم بتاعته. وتاني يوم الصبح بتصحى يون وبتلاقي ان المساعد بتاع كانغ جالها وبيقولها ان هو خرج وهيجي كمان شوية، وبتدخل يون للحمام وبتلاقي هناك طقم استغفر الله العظيم، وبتروح بعد كده علشان تجيب المسدس من تحت المخدة بتاع السرير، وبتكون محتارة تستخدم المسدس ولا الطقم علشان تنهي الحلقة ديت، لانها اكتشفت انها بترجع للعالم الحقيقي لما بيحصل نهاية غير متوقعة. في الوقت ده بيكون كان رجع للفندق وبيدخل عليها، فبيلاقيها لبست الطقم اللي استغفر الله يعني علشان تنهي الحلقة، ولكن مفيش اي حاجة بتحصل، علشان كده بترفع عليه المسدس. فبيقول لها هو في ايه يا بنتي انت عمالة تختفي وترجعي تاني ودلوقتي رافعة عليها مسدس في ايه؟ فبتقول له انها بتعمل كده غصب عنها، ولما بيحاول ان هو يقرب منها بتضرب طلقة في الجو، ولكن المسدس بيطلع فاضي علشان كده بياخده منها وبيحطه فيه طلقة، وبيرفع هو المسدس عليها وبيقول لها انت لو ما عرفتنيش ازاي بتختفي انا هضربك بالنار. فبتقول له بص يا اسطى بصراحة كده انا اضطريت ادواك الزبيب علشان اختفي. فهو بيقرب منها كده وبيدوقها الزبيب وبيقول لها ايه ما اختفيتيش المرة دي يعني؟ فبتقول له لازم انت اللي تتفاجئ ويحصل تغير في مشاعرك لانك انت الشخصية الرئيسية. بيكون قصدها على القصة وهو مش بيقدر انه يفهم حاجة لانها بتتوه في الموضوع، علشان كده بيرفع عليها السلاح وبيقولها لو ما فهمتنيش كل حاجة في خلال 10 ثواني هضربك بالنار. فبتقوله ما تخوفنيش انت اكيد عمرك ما هتعمل كده. وبيدخل عليه المساعدين بتوعه لكنه بيزعلهم وبيخرجهم بره، وبيكمل العد لحد لما بيوصل لرقم 10 وبيضرب النار على يون، وبالرغم من ان الطلقة اخترقت جسمها الا ان ما حصلش حاجة وبيغمى عليها من اللي حصل. وبيجيلها بعد كده المساعد وبيشيلها وبيخرج بيها وبيحطها على السرير، وبتكون بيقول عاوزة تبلغ الشرطة عن يون ولكن كان بيرفض، وبيقولها ان هو هيسافر وهيرجع تاني، وبيروح علشان يطمن على يون قبل ما يسافر. وبتكون لسه زعلانة منه بس هو بيعتذر لها وبيقولها ان انا كنت عارف انك مش هتموتي، وبتكون عاوزة تعرف السبب بس هو مش بيقول لها، وبيقولها انا عارف انك من عالم تاني، وبيقولها كمان انها تفضل عايشة معاه في العالم ده لحد لما تعرفوا كل حاجة.
بيسلم عليها لانه مسافر، بس هي بتنده عليه وبتقوله بحبك علشان تنهي الحلقه، ولكنه مش بيتفاجئ عادي، فبتقوله خلاص مش بحبك يلا غرفه 60 داهيه. ولما بيجي رايح علشان يركب الاسانسير بتنده عليه وبتقوله خلي بالك من نفسك، وشكل القلب فعلا دق 3 دقات وحبته فعلا. فبيسألها هي ليه مهتمية بيه قوي كده، فبتقوله انها من المعجبين بتوعه ونفسها ان حياته تنتهي بطريقة سعيدة. فبيسألها هي كام سنة ومتجوزة ولا لأ، فبتقوله 30 سنة ومش متجوزة. فبيقولها هو ده المطلوب، وبيسيبها وبيمشي. وبيروح بعد كده كانغا علشان يقابل المحقق اللي بيحقق في قضية عيلته. وهنا بنعرف ان كان في شخص كلم كانغا وقال له ان هو عارف معلومات عن اللي قتل اهله. ولما طلع كانغا علشان يقابله فوق سطح الفندق الشخص ده طعنه من ظهره، فحاول كانغا ان هو يدافع عن نفسه، ولكن المجرم ضربه كذا طعنه وسابه وهرب. بيقول المحقق ان الشرطه قبضت على الممرضه، ولكنها بتقول انها ما تعرفش هي كانت عاوزه تقتله ليه. وبيشك كانغا انها ممكن تكون عملت كده غصب عنها. وبيشك اكتر بقى ان الشخص اللي عاوز يقتله من عالم تاني، وتحديدا من العالم بتاع يون. بتكون يون في الوقت ده في الفندق مش عارفه تعمل ايه، فبتعرض عليها بيقول ان هم يروحوا يتعشوا سوا. ولما بيكونوا رايحين المطعم بتقولها بيقول انا 5 دقايق هكلم حد واجيلك. وبتروح يونا علشان تقعد على الترابيزه، بس بيجي عامل الفندق وبتعرف عليها، وهو ده الشخص اللي كان معاها لما انقذت كانغا اول مره خالص. وبيروح علشان يبلغ زمايله ويطلبوا لها الشرطه، ولكن يون كانت اختفت وبتحاول انها تهرب قبل ما الشرطه تقبض عليها. ولكن فعلا الشرطه كانت وصلت، علشان كده بترن على كانغا وبتقوله يلحقها وانها في الدور ال28. كانغا بيرن على المساعد بتاعه بيطلب منه ان هو يتصرف. وفعلا المساعد بيشوف يون وبيشاور لها وبتجري عليه علشان تدخل الغرفه بتاعته، ولكنها عرفت انها كده هيتقبض عليها. فبتقول بما انها كده خربانه بترمي التليفون للمساعد بتاع كانغا، وفعلا بتقدر الشرطه انها تقبض على يون. وبياخدوها بعد كده على اسم الشرطه، وبيبدا الضابط ان هو يحقق معاها، وبيكون متعصب جدا لان كل المعلومات بتاعتها مزيفه وهي مش بتجاوب عليها في اي اسئله. علشان كده بيقرر ان هو يحطها في الحجز المؤقت. في الوقت ده بنعرف ان بيول هي اللي كانت السبب، وان هي اللي عرفت الشرطه علشان تقبض على يون. وبتطلب منها انها تعترف بكل حاجه للشرطه علشان تقدر هي وكانغا ان هم يساعدوها. ولكن كانغا في الوقت ده كان راجع من السفر، وبيرن بقى على بيول وبيزعق لها لانها اتصرفت من دماغها، وبيقولها ان هي مرفوضه من الشغل وان هم دلوقتي مجرد اصدقاء مش اكتر. وبيروح بعد كده على السجن علشان يقابل يون هناك، وبيسألها هي عاملة ايه، فبتعيط وبتقوله انها مش كويسة وانها مش متعودة على العيشة بتاعت السجون ديت. وبيعرفها ان هو عايش في السجن ده قبل كده، وده بقى لما كان متهم في قضية قتل عيلته. وبيقولها انها ممكن تجاوب السؤال وتعرفه هي مين، وساعتها تقدر ترجع للعالم بتاعها. يون بتقوله ان هو هيندم لو قالت له على الحقيقة، ولكنه بيكون مصمم. علشان كده يون بتقوله ان هو شخصية كرتونية داخل قصة، والعالم بتاعهم ده كله عالم افتراضي. وفعلا المطلوب بيحصل. كانغا بيكون مصدوم من اللي بيسمعه، وبتظهر كلمة النهاية وبتختفي يون من قدامه. وبيجي الحراس وبيكونوا مستغربين هي راحت فين. وجي ظابط علشان يسأل كانغا هي راحت فين، ولكنه مش بيرد عليه. وبدت القنوات الإخبارية تتكلم على إن يون اختفت أثناء ما كانغا كان بيزورها، وبتكون هي رجعت للعالم الحقيقي. وبتلاقي المساعد بتاع والدها مستنيها، وبياخدها بعد كده على المكتب بتاع والدها وبيعرض عليها فكرة، وهي إن هم ينهوا القصة علشان ما عادش تتسحب تاني جواها. وبتكون يون قلقانة على اللي هيحصل لكانغا. واثناء لما بيكون المساعد بيحاول ان هو ينهي القصة بيحصل حاجة غلط. في الوقت ده كان كانغا في العالم بتاعه، ولكنه بيلاقي ان هو في حاجة غريبة جدا بدأت تحصل، وهي ان العالم بتاعه كله بدأ ان هو يثبت وما عادش فيه اي حاجة بتتحرك، وهو الشخص الوحيد اللي لسه عايش في العالم ده. ولكنه بيلاقي بعد كده لوح زجاجي غريب ظهر قدامه، ولكنه بيتذكر ان هو شافه قبل كده لما كان مرمي على السطح، ومد ايده على اللوح ده وسحب يون علشان تساعده. علشان كده بيعدي كانغا من قلب اللوح الزجاجي ده وبينتقل للعالم التاني، وبقت الشخصية الكرتونية موجودة في العالم الحقيقي حاليا. واول حاجة بيعملها كانغا لما بيخرج للعالم الحقيقي ان هو بيروح لمكتبه، وهناك بيلاقي القصة بتاعته وبدأ ان هو يقراها، وبيقرا كل الاحداث اللي هو عاشها زمان مكتوبة في القصة. وبتكون يون في الوقت ده في المستشفى، وبيجي لها شخص وبيلاقي ان حبيبها مستنيها بره. ولما بتخرج بتلاقي ان ده يبقى كانغا. بتتصدم جدا، ولكن كانغا بياخدها بعد كده من ايديها وبيخرجوا بره المستشفى. وبيقول لها ان هو جه للعالم بتاعها لان العالم بتاعه وقف، وبيقول لها ان هي كان عندها حق وان هو ندمان لانه عرف الحقيقه. وبتطلب من يون ان هو يستناها هنا لحد لما تخلص الشغل وترجع له.
وهو بيوافق فعلا، ولما بتكون يون ماشيه بيمسكها من ايديها. وهنا احب اقول لك يا عزيزي المشاهد يعني ان الولد بتاعنا عملها ودوقها الزبيب في العالم الحقيقي. بترجع يون بعد كده لغرفه العمليات بتاعتها، وبيقرر كانغ ان هو يروح لبيت المؤلف بتاع القصه، وهناك بيلاقي ان صور القصه وصوره متعلقه في كل مكان، وبيكون متعصب جدا لان الحياه اللي عاشها مجرد قصه مش اكتر. ولكن بيتصدم لما بيعرف ان يون تبقى بنت مؤلف القصه. في الوقت ده كانت يون خلصت العمليه بتاعتها، وبتتناقش مع مديرها عن القصه، وبتغلط وبتقول ان كانغ بيحبها هي. فالمدير بيستغرب كده وبيقولها انت مجنونه يا بنت ولا ايه؟ هيحبك انت ليه؟ انت مالك اصلا؟ وبتقول له طب بص سلام انت بقى يا غالي. وبتخرج بس مش بتلاقي كانغ موجود قدام المستشفى. المؤلف في الوقت ده بيرجع لبيته وبيرن على يون، بس بيتفاجئ لما بيلاقي ان كانغ داخل عليه، وبيطلب كانغ منه بقى ان هو يشرح له كل حاجه. ولكن المؤلف بيحاول ان هو يهجم على كانغ ويقتله تاني، بس كانغ بيقدر ان هو يضربه وبيرفع عليه السلاح بعد كده، وبيقول له انا مش عايز اقتلك علشان خاطر بنتك بس. في الوقت ده يون بترن على المساعد علشان يروح ويلحق والدها من ايد كانغ. وهنا بيعرفنا كانغ ان هو كان سحب المؤلف قبل كده للقصه وطلب منه المساعده، ولكن هو رفض ان هو ينقذه وجاب سكينه وضربه بيها. ولما بيسال كانغ المؤلف عن الشخص اللي قتل عيلته، بيقول المؤلف ان ده مش شخص من افراد القصه، وان ده خيال مش اكتر. وبتكون يون سمع كل الكلام اللي بيدور ما بينهم، وبيقول المؤلف لكانغ انت مجرد شخصيه كرتونيه وانا هحاول اقتلك تاني. بيكون كانغ متاثر بسبب الحياه المأساويه اللي عاشها، وعلشان كده بيضرب المؤلف بالنار. هنا بيقع المؤلف على الارض غرقان في دمه، وبيسيبه كانغ وبيخرج، وبيقول للمساعد بتاعه ان هو لو اتصل بالاسعاف ممكن يلحقه. وفعلا بتوصل يون بعد كده للبيت، وبتلاقي والدها واقع على الارض، وبياخدوها بعد كده للمستشفى علشان يعملوا له العمليه ويلحقوه. وفعلا بيقدروا ان هم يطلعوا الطلقه من جسمه. وبيقول المساعد ليون انها غلطت لما لحقت كانغ قبل كده. في الوقت ده بيرمي كانغ المسدس اللي استخدمه في قتل المؤلف في الزباله، وبيروح بعد كده للمستشفى وبيديلهم جواب وبيطلب ان هم يوصلوه ليون. وبيرن الشخص اللي بينشر القصه وبيقول لها ان في حلقات جديده اتبعتت له بالليل. ولما بتفتحها يون بتتفاجئ بان فيها كل الاحداث اللي حصلت ديت، وبما فيها اطلاق النار على والدها. وبتجيب لها بعد كده الممرضه الجواب بتاع كانغ اللي كاتب فيه ان انا اسف للغايه، اسف جدا ان انا هنهي حياتي بس مش نهايه سعيده، ومش هقدر احقق حلمك بالنهايه اللي انت كان نفسك فيها. ولما بتفتح يون اخر مشهد في الحلقه بتلاقي ان كانغ واقف على جسر وبيكون بيرمي نفسه من عليه في قلب النهر. بتصطدم يون من مشهد النهايه بتاع القصه وبتروح عند النهر بس مش عارفه تعمل ايه ولا تنقذه ازاي. ولما بترجع يون للبيت بتلاقي ضابط الشرطه جاي لها وبيقول لها ان الكاميرات اللي جنب البيت ما جابتش اي شخص داخل البيت، حتى سلاح الجريمه مش لاقيينه. وبنعرف ان هو اختفى، وكمان الطلقه اللي خرجها من جسمه اختفت هي كمان وما عادش لاقيينها. فبتروح لوالدها اللي بيكون فاق وبتعرف ان كان موت نفسه من فوق الجسر. في الوقت ده كان كل الناس اللي بيقروا القصه مش عاجبينهم ان كان موت نفسه، علشان كده بيروح الشخص المسؤول عن نشر القصه ليون وبيطلب منها ان والدها يرجع يرسم اخر حلقه تاني ويخلي البطل يعيش من جديد. ولكن يون بتقوله ان والدها خلاص ما عادش هيرجع يشتغل تاني. وبيجي بعد كده المساعد وبيقول ليون ان هما لقوا جثه كانت غرقانه في النهر. ولما بتروح يون علشان تشوفها مش بتلاقي جثه كانغ. ولما بترجع البيت وبتقعد مع والدها بيقول لها انا عارف انك عاوزه تنقذي كانغ، وبيقول لها ان هو فعلا حاول ينقذه، ولكن القصه دايما كانت رافضه انها تتغير. وبيكون المؤلف عاوز يديله فرصه يعيش زي ما كانغ اداله فرصه، ومرضاش ان هو يضرب الطلقه في مكان يموته وضربه في مكان عادي. وبيقول لها والدها ان خلاص دي النهايه. يون كانت زعلانه خالص وما كانتش قادره على فراق كانغ لانها وحشه خالص. علشان كده في الوقت ده المدير بتاع يون في المستشفى قرر ان هو يخليها تخرج في موعد، اهو ممكن لما تقابل شاب تاني يعني تتعلق بيه ولا حاجه. بس الولد ده كان دمه تقيل خالص وهي ما كانتش طايقاه فسابته علشان تروح الحمام. ولكن المفاجاه لما كانت هناك لقت نفسها نزلت وبتنزل جوه النهر ولقت كانغ غرقان قدامها، علشان كده حاولت انها تقرب منه وتنقذه. ولما كانت على بعد خطوه واحده منه ما قدرتش انها تنقذه وخرجت بعد كده من الحمام تاني وكانت مبلوله. بتروح جري للمساعد بتاع والدها وبتحكي له اللي حصل وبيكون مصدوم خالص، وبتاخده على غرفه والدها وبتقول ان هم لازم ينقذوا كانغ. وبيحاول المساعد ان هو يرسم كانغ ويغير القصه ولكن ده مش بيحصل وبيكونوا فقدوا الامل خالص، لحد لما المساعد بيعرف يون سر خطير خالص وان والدها سرق القصه ديت منها اصلا. وهنا بنعرف بقى ان هي لما كانت طفله صغيره كانت هي اللي كاتبه القصه ديت اصلا، وكان
كان هو فتى احلامها. علشان كده يون بدأت انها ترسمه لانها هي اللي كانت رسماه وهي صغيرة، وفعلا بتنجح يون انها ترسمه. وبنروح لعالم القصة داخل السجن، وبيلاقي الظابط ان يون رجعت تاني للزنزانة وكانت فرحانة خالص. وفي النهر بقى بنلاقي ان في مركب ظهر جنب كانغ وشافه بيغرق، علشان كده نزلوا وانقذوه. وبيصحى كانغ في عالم القصة على السرير بتاعه عادي، وبيدخل عليه بعد كده بيول والمساعد بتاعه، وبيعرفوا ان الشرطة قبضت على يون تاني. فبيقرر كانغ ان هو لازم يروح ويقابلها، وفعلا بياخد العربية بتاعته وبيخرج، وبيعرف ان هما يرحلوه على السجن دلوقتي. علشان كده بيروح وبيعترض عربيات الشرطة اللي على الطريق وبيوقفهم، وبيطلب بعد كده من الضابط ان هما يسيبوه 5 دقايق بس يتكلم معاها. ولما بيطلع للعربية اول سؤال بيسأله لها هو انا عشت ازاي؟ بتعرفوا ان كان في 2 في النهر نزلوا وانقذوه. فبيقولها ان والدك اللي رسمهم علشان ينقذني، صح الكلام ده؟ بتقوله لا، انا اللي رسمتهم وانقذتك. فبتقوله دلوقتي انا انقذتك 3 مرات، الدور بقى عليك يعني، ويا ريت تعرف تنقذني بما انك غني وكده يعني، وتحاول تطلعني من السجن. بالله عليك انا مش بتاع التعب وبهدله، وانا الصراحه ماليش في الاكشن، انا نفسي اعيش قصه حب رومانسيه مش اكتر. فبيقوم علشان يمشي، وهي بتوريله الكلبشات كده علشان يساعدها يعني ويتذكر تاني. وبيرجع بعد كده كان على البيت وهو زعلان لانه عرف ان حياته دي مجرد قصه كرتونيه مش اكتر. وبيكون الضابط بيحقق في الوقت ده مع يون، وبيزعلها وبيسالها هي كانت مختفيه فين، ولكنها مش بترد عليه. وبيجي بعد كده كان غير قسم الشرطه علشان يقابلها، وبتقوله اذا كان لها طريقه علشان يخرجها ولا لا، ولكنه بيفاجئها وبيقولها وانا لعبه في ايديك ولا ايه؟ انت ليه انقذتيني؟ انا عاوز اموت اصلا. وهي ما بتكونش عارفه ترد عليه، وبيقولها ان انقذها ليه ده حاجه ملهاش اي 3 لازمه. يون بتكون منهاره من العياط، وبتقوله انا بقالي شهرين بحاول انقذها. فبيزعلها وبيقولها انت بتعملي كده ليه؟ بتقوله انا بعمل كده علشان بحبك. كان هنا ما بيكونش مصدق اللي بيحصل، وبتتذكر المرتين اللي كانت قالت له فيها قبل كده انها بتحبه، بس المره ديت بتكون اول مره تكون من قلبها بجد. وكان قبل ما يمشي بيقول لها ان هو كان خايف لا يفضل في الميه وما يشوفهاش تاني، وبيشكرها انها انقذته فعلا ليه عن طريق ان هو بيدوقها الزبيب. وتاني يوم بيقرر كان ان هو لازم يخلي يون تعيش قصه حب رومانسيه، وبيقول للمساعد بتاعه على 4 قصص وبيخليه يروح ليون، وبيطلب منها تختار قصه منهم، وبتختار يون القصه رقم 3، وهي عباره عن قصه حب عاديه خالص. وده لان بقى ال3 قصص التانيين كانوا كلهم قصص كده فيها استغفر الله شويه. وبيقول المحامي ليون انا هخرجك من هنا، بس ده عن طريق ان انت هتتجوزي كانغ، وهنقول ان انت كنت مراته وهربت من على سطح الفندق لانك كنت خايفه. وفعلا كانغ بيقول لصاحبه ان هو هيتجوز يون، وان انا عايز افضل جنبها على طول. وكمان بيطلب من صاحبه يوقف بحث عن الناس اللي قتلوا عيلته، وده لانه عارف ان اللي قتلهم شخص خيالي مش حقيقي. وفعلا بتروح يون قدام القاضي وبتقنعه بالكلام وبيخرجها براءه. وبتروح بعد كده مع المساعدين على بيت كانغ وبيستقبلوها هناك، وبياخدها المساعد على غرفه كانغ وبيقولها تجهز نفسها بقى لان كانغ هيجي بالليل. وفعلا هي بدات تجهز نفسها خالص وهي مش مصدقه انها متجوزه. وبيدخل كانغ بعد كده عليها وبيقولها ان هو مبسوط ان هو شافها تاني. بتقوله انت صدمتني، انا كنت بقولك بحب الرومانسيه تروح تتجوزني يا اخي. فبيقولها ما تقلقيش انا مجهز لك الرومانسيه كلها. وبياخدها بعد كده وبيجيب لها كتاب، وبيقولها الكتاب ده فيه كل حاجه عن الرومانسيه بتاعت البنات، وبيبدا ان هو يربط لها شعرها زي ما موجود في الكتاب. وبتقوله انها فعلا حبت كده قوي. ولما بتحاول تقرا الكتاب بيقولها الكتاب ده مش بيتقرا كده، قومي تعالي معايا واوعى تسرح بخيالك عزيزي المشاهد، الابطال بتوعنا محترمين خالص. هو بيكون عاوز ياخدها في حضنه وهي بتقرا الكتاب مش اكتر، وبيبدا ياخد رايها عن الحاجات اللي هي بتحبها، وبتكون مكسوفه خالص وحاجه قمر اقسم بالله. وقبل ما تيجي اللحظه المنتظره بيدخل عليهم المساعد وبيترعبوا وينعل ابو شكلك يا عم، انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ بوظت اللحظه. بيقول المساعد ان هو عاوزه في حاجه ضروريه خالص. ولما بيكون كان نازل في الاسانسير بيرن عليه رقم مجهول، بتظهر قدامه رساله انت مين وايه اللي رجعك للحياه تاني. كان بيكون مصدوم خالص، بيطلب من المساعد بتاعه يعرف له الرقم اللي رن عليه ده بتاع مين. وبيقول المساعد ان النهارده بيول جات قابلته وطلبت منه يقدم استقالتها لكان، وده لانها زعلانه لانها كانت بتحبه وهو اتجوز خلاص. فبيقول له كان خلاها تاخد يومين اجازه وانا هقابلها بعدين. فبيقول المساعد على فكره وانا بسلم عليها حاجه غريبه جدا حصلت، وهي ان ايديها اختفت. بيرجع كان للاوضه بتاعته علشان يقعد مع يون، ولكن بيرن عليه الرقم ده تاني. وبيقوم كان يجيب السلاح بتاعه، بيرد وبتظهر الرسائل وبيقول له انا الشخص اللي قتلت عيلتك، وانت ما كانش ينفع تموت نفسك، لازم
واحد فينا يخلص على التاني وانت لازم تلاقيني. كان بيتذكر كلام المؤلف لما قال له انت المفروض اللي قتل عيلتك ده شخصية مش حقيقية. الشخص الخيالي بيقول لك كان خلي بالك انا هخلص على عيلتك الجديدة، بيكون قصده على يون. كان في الوقت ده ما كانش عارف ده رقم مين، بس كان كل اللي عارفه ان هو لازم يحمي يون. وتاني يوم بيكون المساعدين جايبين فساتين ليون علشان تختار منهم، وبيقول لها كان ان هو عزمها علشان يقضوا السهرة في قصر سندريلا. ودي كانت القصة رقم 1 في ال4 قصص، وهي اصلا كانت اختارت رقم 3 وبتكونش يون مصدق كنغ. وبيروح كنغ على المكتب بتاعه بيحاول يفكر في هوية القاتل اللي بيطارده، وبيعرف ان ده شخص ما عندوش اي مشاعر ولا احاسيس. مهمته ان هو يظهر لما يكون المؤلف عاوز ان هو يقتل حد وبعد كده يختفي تاني. ولما بيكون كان في المكتب بتدخل عليه يون وبتكون لابسه فستان جميل خالص، ولكن كان بيقول لها لو تعرفي ترجعي للعالم الحقيقي بتاعك ارجعي لان انا خايف عليك. وقبل ما يخلص كلامه بيلاقي طلقه اتضربت ويون مقتوله وبتقع على الارض وبتختفي من قدامه، بس بيلاقيها بتنده عليه وكل ده كان خيال مش اكتر. فبيروح لها وبيحضنها وبياخدها بعد كده في العربيه بتاعته علشان يروحوا للحفله. وبينزلوا قدام القصر اللي بيكون شكله جامد خالص، وبيدخلوا بعد كده سوا هما الاتنين جواه، وبياخدها كنغ علشان يرقصوا سوا. وبيكون كل الصحفيين بيصوروهم ورقصهم حاجه في منتهى الجمال والدلال اقسم بالله. وهوبا الكعب بتاعها بيتكسر، تروح متشقلبه واقعه من على السرير، وبيطلع ان ده كله كان حلم مش اكتر. وبيجيلها بعد كده كنغ علشان يطمن عليها وبتساله اذا كان ينفعوا يروح الحفله ولا لا. فبيقولها للاسف لا ما ينفعش، وده لانه كان لازم تفضلي في البيت لان في شخص بيهددني بقتلك وانا لازم احميكي. وبياخدها بعد كده على المطبخ على اساس هو اي ترفيه وخلاص، وبيسالها هو ازاي والدها المؤلف امر شخص ان هو يقتلها، ولكن قبل ما تجاوب عليه بتجرح نفسها وهي بتقطع الخضار. وبيستغرب كنغ لما بيشوف الدم لان في العالم بتاعه المفروض ما بتتعورش. ومن الصدمه بتاعته بتنتهي الحلقه وبتختفي يون من قدامه وبترجع للاوضه بتاعتها مره تانية. وبيكون كنغ في عالم القصه بيفكر ايه اللي اتغير، ايه اللي بيخلي يون بعد ما كانش بتموت دلوقتي بقت بتتعور وممكن انها تموت عادي. بترن عليه بيول في الوقت ده وبتكون زعلانه منه لانه اتجوز. بتقوله انها مش متخيله كده، ولكن اثناء كلامهم بتختفي ايديها بتصوت وبيسمعها كنغ. بيقوم علشان يروح لها بسرعه. في الوقت ده كانت اجزاء كبيره من جسمها بتختفي، واثناء الطريق بيكتشف كنغ ان اهميه الشخصيه هي اللي بتتحكم في ان الشخصيه تكون ظاهره او مختفيه، وان الشخصيه اللي ما عادش لها اي لازمه زي بيول بتختفي للابد. كمان بيقدر يعرف ان شخصيه القاتل قدرت انها تحيي نفسها زيه لما العالم كله وقف، وان القاتل خرج للعالم الحقيقي وان هناك علشان بيدور على كنغ، ولما مش بيلاقيه ومش بيقدر يوصله بيكون متعصب خالص. وكمان بيعرف ان القاتل مش عارف يرجع للعالم بتاع القصه ومحبوس في العالم الحقيقي. في الوقت ده بيرن تليفون يون، وده بيكون القاتل اللي بيقول لها ان هو جه علشان يقتلها، وبيكون عارف معلومات عن طريق موظفه بعد ما قدر ان هو يخلص عليها. وبتكون يون خايفه خالص، بتطلب من مساعد والدها ان هم يهربوا بسرعه، وفعلا بيهربوا بالعربيه. وبيظهر القاتل في بيت يون علشان يدور عليها ولكنه مش بيلاقيها. واثناء لما بيكون المساعد يون بيهربوا وهم خايفين بيلاقوا فجاه ان القاتل ظهر قدامهم على الطريق، وبيكونوا خايفين ومرعوبين منه خالص. وبيرفع القاتل سلاحه عليهم، وبيحاول المساعد يون ان هم يهربوا ولكن طلقه القاتل كانت اسرع منهم. وقبل ما توصل الطلقه ليون بتختفي وبتظهر في عربيه كان في عالم القصه، وبتقول له بقى على كل اللي حصل لها. وبتكون مرعوبه وبيحاول كان ان هو يهديها. وبيختفي القاتل من قدام المساعد لانه مش عاوز يقتله هو. وبيظهر في بيت يون وبيشوف تسريح السفر بتاع والدها، واللي بيكون مسافر في طياره دلوقتي لمدينه تانية. ولما بيروح علشان يدخل الحمام بيظهر رسائل القاتل اللي بيسأل المؤلف انا مين، وبيظهر له بعد كده. وبتسمع المضيفه صوت ضرب في الحمام، وتقريبا القاتل كده عمال ينفخ فيه. ونروح بينا الكنغ اللي بيروح مع يون لبيت بيول وبيطلب منها انها تفضل بره. بيدخل بعد كده كنغ على بيول وبتكون بتختفي وبتكون خايفه خالص. بتقول لكنغ هو انا ليه بموت وانت ليه اتجوزت عليا؟ بيقول لها كنغ ده مجرد جواز بس مش اكتر، انا بحبك انت ومحتاجك في حياتي. ساعتها هنا مش بتختفي بيول، بتظهر عادي. وبتكون يون سامعه كلام كنغ وبياخدها بعد كده علشان يهتموا بيها، ويون بتعالجها. وبتذكر كنغ ايام لما كان هو وبيول لسه صغيرين وكان واضح الحب الكبير اللي كانوا بينهم. ولما بيجي كنغ نازل مع يون بينزل يربط لها الكوتشي بتاعها، وبدل ما ينزلوا من الاسانسير بيقول لها تعالي هنخرج سوا. وبياخدها فوق السطح بتاع الفندق، وده المكان اللي انقذته عليه قبل كده. وبيطلب منها انها
انها توعده انها اول لما ترجع للعالم الحقيقي ترسم ان من ساعة لما انقذته على السطح لحد دلوقتي ان ده كله كان حلم بالنسبة له، ومعنى كده ان كل الاحداث اللي حصلت ديت مش هتحصل وان هما مش هيتقابلوا. يون فعلا بتوعده انها هتعمل كده، وبيكون واضح ان كان هيعمل حاجة في نفسه، وبيقول ليون انا بحبك خالص وكان نفسي اعيش معاكي، خلي بالك من نفسك وحاولي تنسيني. بيرمي نفسه من فوق سطح الفندق، بتنتهي حياته في مشهد كان صعب خالص. بيظهر في الاخبار بقى ان في شخص حاول يقتل كانغ فوق سطح الفندق، وبيكون كانغ في المستشفى وبتدخل عليه بيول بتقول له هو انت بتدمع عليه؟ فبيقول لها بدمع على الحلم الحزين اللي شافه. وبتكون يون في العالم الحقيقي منهارة من العياط لانها مش هتشوف كانغ تاني. القاتل بقى بيقول للمؤلف دلوقتي انك خنتني وما حافظتش على وعدك انك تلاقيني، وبيقول له القاتل انا مين؟ رجع لي وشي وهو بيخنقه. وبيخرج المؤلف عايش من الحمام وبينزل بعد كده في المطار، وبيقرر ان هو يرجع للبيت تاني ومش هيسافر تاني. في الوقت ده كان المساعد ووالدة يون قدروا ان هم يوصلوا لها في العربية، وكان مغمى عليها، وراحت بعد كده البيت علشان ترتاح. وبيجي لها والدها علشان يطمن عليها، وبيلاقيها لابسة خاتم وبيروح يدور في هدومها فبيلاقي فلاشة. الفلاشة دي كان كاتب فيها رسالة لوالد يون واداها له قبل ما يرمي نفسه من على سطح الفندق. بيقول كان للمؤلف انت كنت عاوزني اموت وانا عملت كده. بيطلب منه يخلي نهاية القصة سعيدة علشان خاطر بنته على الاقل. وبالليل بتصحى يون من النوم وبتكون في بيتها، بس فجأة بتلاقي نفسها دخلت عالم القصة وراحت علشان تشوف كان في المستشفى وبتطمن عليه بانه لسه كويس. بتسمع الباب بيخبط وبتلاقي نفسها رجعت لبيتها مرة تانية. وعلى مدار 3 أسابيع كانت يون كل شوية بتدخل لعالم القصة علشان تشوف كان من بعيد وبترجع للعالم الحقيقي مرة تانية. وفي يوم أثناء لما كانت في المستشفى بيقع الخاتم بتاعها من ايديها، ولما بتروح علشان تجيبه بتتخبط في كان اللي بيبدأ يعتذر لها، وبيكون واضح ان هو مش عارفها، وبيجيب لها الخاتم وبيسيبها وبيمشي. وبيروح للمساعد بتاعه وبيلاحظ كان انها بتبص عليه وهي حزينة، وبيفكرها المساعد واحدة من معجبين كان، وبتعيط يون وبتكون حزينة خالص لانه بقى ناسيها وما عادش فاكرها. وبيروح مساعد المؤلف وبيقوله ان هو خايف من المجرم علشان كده هيسيب الشغل، ولكن المؤلف بيصدمه بيقوله ان هو ناوي يخلي كان يخلص على القاتل ده. وبتبقى نهاية القصة سعيدة. وهنا بنعرف ان كان طلب من المؤلف ان هو يظهر له وش للقاتل، وده علشان يقدروا ان هم يقتلوه. والمؤلف بيقول ان هو لازم يظهر اللي كان قاتل هو عارفه علشان يتأكد. وبيقول للمساعد ان دي رسمة القاتل. في الوقت ده بيعرف المساعد بتاع كان ان هم لو دليل وكان موجود في الفندق كمان، وبياخده علشان يشوفوه في الكاميرات بتاع الفندق. وبيظهر هناك ان مؤلف القصة ناوي يخلي نفسه هو القاتل، وبيقرر كان ان هو يلاقي الشخص ده ويخلي وسائل الاعلام تنشر الصور بتاعته، وده علشان يوصلوا للمكان بتاعه. وفعلا بتقدر الشرطة انها توصل لبيت بتاعه وبتقبض عليه. وبيكون المؤلف مجهز كل الادلة اللي بتثبت ان هو المجرم زي السلاح اللي قتل بيه عيلة كانغ، وبياخدوه بعد كده على اسم الشرطة. وبيروح كانغ لهناك علشان يقابله. وبيقول المؤلف انا جيت لك على السطح علشان اقتلك لانك بتطاردني بقالك 10 سنين. وده بيعصب كانغ خالص وبيقوم علشان يضربه، ولكن الشرطة بتيجي وبتبعده عنه. وبينتشر في الاخبار ان القاتل سلم نفسه واعترف بجرايمه، ومعنى كده ان كانغ بريء وهيتم محاكمة المدعي العام. علشان كده المدعي العام اللي اسمه هان قرر ان هو يتصرف، وبيكلم شخص وبيخليه يقتل القاتل اللي اعترف بالجريمة. وبيبان قدام الشرطة ان هو خلص على نفسه عادي، وبيسيب معاه رسالة بقى ان كان هو القاتل الحقيقي، وان هو دفع له رشوة علشان يعترف بان هو القاتل. ولكن الشرطة قبضت على الشخص اللي نفذ الجريمة واعترف بان هان هو اللي خلاه يقتل المجرم وان كان بريء. علشان كده الشرطة جات وقبضت على هان بتهمة ان هو خلى الشخص يقتل القاتل. ويا اسطى لو انت مش فاهم حاجة فما تزعلش من نفسك، والله كلنا بنحاول نمشي الدنيا. المسلسل بس اللي صعب شوية، فما تنساش اللايك والاشتراك ونروح بينا اليوم بقى في العالم الحقيقي تاني لما بيكون كان وحشها ومش معاها اي صورة ليه. علشان كده بتجيب كل الصور بتاعت قصة دبليو وبتقطعها وبتعلقها قدامها، وده علشان يفضل قدامها على طول. بنروح بعد كده للمؤلف في المكتب بتاعه، ولكن القاتل بيظهر له من لوحة الرسم. القاتل بيكون زعلان وبيقول للمؤلف انا ما عملتش حاجة غير اني نفذت كل اوامرك.
بس انت ليه خنتني وتعاونت مع كانغ علشان تقتله؟ وبيسحبوا القاتل للوحة الرسم، ولما المساعد بتاع المؤلف بيكون داخله ولكنه بيتفاجئ بحاجة غريبة خالص، وهي ان وش المؤلف اختفى. وبيسأل المؤلف المساعد ده هو انا وشي راح فين؟ فبيقوله المساعد بقولك ايه، هتعوز حاجة؟ انا هيغمى عليا اساسا سلام. وبنروح بعد كده لعالم القصة في محطة دبليو لما بيكون بيدوروا على القاتل، ولكن فجأة المذيع بيتقتل وبيدخل شخص بعد كده وبيقتل كل الناس اللي كانت موجودة في المكان، وبيكون ده القاتل اللي كان من غير وش، بس دلوقتي معاه وش المؤلف، وبيهدد كانغ ان هو هيقتله، وبيعترف ان هو اللي قتل عيلة كانغ زمان. وبيخرج بعد كده علشان يهرب من المكان، وبيختفي من الباب اللي بيتقفل بعد كده قبل ما الشرطة توصل للمكان. وفي الوقت ده بيروح عدد كبير جدا من الضحايا للمستشفى، وبتكون يون موجودة هناك. بتتفاجئ من الاخبار ان اللي قتل الاشخاص ديت كلها يبقى والدها، وما بتكونش فاهمة اللي بيحصل، وبتطلع علشان تقعد فوق سطح المستشفى، وبتكون بتشرب عصير. وبيطلع كان هو كمان علشان يقعد لانه كان زعلان وبيعيط، وده بسبب كل الناس اللي اتأذوا بسببه. وبتفضل يون تبص على كانو، ولما هو بيلاحظ بيروح لها وبتعرض عليه عصير بس هو بيرفض. ولما بيلاقي الدنيا كده كده خسرانة بيقعد علشان يشرب معاها، وهي برضه بتكون بصله. فبيقولها هو انت ليه بتبصلي كتير كده؟ فبتقوله اصل انت شبه جوز الله يرحمه. فبيقولها طب بعد اذنك بقى انا عايزه حاجه، وبيسيبها وبينزل. وبعد كذا يوم بتفضل يون في عالم القصه، ولكنها بتكون جعانه خالص وملهاش اي بيت تروح. فبتتذكر انها كانت عارفه باسورد شقه بيول، علشان كده بتروح لهناك وبتدخل للشقه، وبتروح علشان تدور على اي حاجه تاكلها، وبتدخل لاوضه النوم علشان تاخد اي فلوس. بس لما بتيجي خارجه بيكون كان جه الشقه ولاحظ ان في نودلز، وبتسمعه يون بس بتفكر خرج، ولكنه بيخبط الباب بالرجل وبيوقعها على الارض. وبيدخل بعد كده وبيمسكها وبيسألها هي دخلت الشقة ازاي وليه. فبتقوله انها كانت جعانة وما كلتش من 3 ايام، وبيطلب من المساعد بتاعه يطلب لها الشرطة، وبتقوله ما عنديش مشكلة بس سيب ناكل الاول لان جعانة خالص. وفعلا عمل لها الاكل وجابه لها، وبدأت انها تاكل، وجاب لها كمان مرهم علشان يعالج جروحها، ولكنه بتطلب منه يبعد عنها، وبتقوله ان جوزها اختفى، وكمان عمره ما قال لها ان هو بيحبها. وبدأت تعيط لانه مش عارفها، وبتعيط كمان انها مش عارفة تروح لبيتها، وكمان معاش فلوس. وبيجي بعد كده الشرطة للمكان، ولكن كان بيشكرهم. انت مفكر ان هو هيسلمها ولا ايه؟ لا يا عزيزي، ده صعبت عليه وقدرت انها تخليه يقع في حبها تاني. حتى في الوقت ده كان هاني المدعي العام خايف لا يتم القبض عليه بسبب اعتراف القاتل، ولكن القاتل بيرن عليه وبيقوله ان انا عارف حاجات كتير عن كانغ وهساعدك ان انت تاخد براءة وما يتقبضش عليك. والقاتل بيكون بيتحكم في المؤلف وبيأمره ان هو يفبرك تسجيل صوتي بين كانغ وبين والده اللي مات. ولما بيروح كانغ علشان يزور واحد قريبه، بيلاقي قريبه ده بيشك ان كانغ هو اللي قتل اهله، وده لان التسجيل بيوضح ان كانغ كان سكران واتخانق مع والده واتضرب نار عليه كمان. بس كان بيعرفوا ان هو ما عملش كده، وبيتضرب نار من الهوا على قريبه ده وبيتقتل. وبيلاقي كان السلاح اترسم وظهر في ايده، معنى كده ان هو هيلبس جريمة القتل. علشان كده بيرفع السلاح على الشرطة وبيهرب منهم، وحاول ان هو يهرب منهم في المستشفى وكانت الشرطة بتطارده، ولكن قدر ان هو يهرب منهم وراح ليون اللي كانت في العربية بتاعته وخدها معاه وهرب. وبنلاحظ ان هو كان مصاب وما كانش قادر ان هو يسوق العربية، علشان كده يون بتنزل علشان تسوق مكانه، وراحت بعد كده للصيدلية علشان تجيب له علاج. وسمعت في الاخبار ان هو قتل شخص وهرب، ورجعت ليون بعد كده وخدته بالعربية علشان يروحوا المكان تقدر تعالجه فيه. ودخلوا بعد كده غرفة في فندق، وفضلت يون جنبه وحاولت انها تساعده، بس بتقول انها لازم تمشي من هنا علشان تقدر تساعده، قصدها تروح للعالم الحقيقي وهو مش فاهم حاجة. علشان كده هي بتقرب عليه وبتدوقه الزبيب، وده بيكون مشهد نهاية الحلقة. وبتخرج يون من باب الأوضة وبتلاقي نفسها في بيتها اللي في العالم الحقيقي، وبتروح على المكتب بتاع والدها، ولكنها بتتفاجئ لما بتشوفه هو من غير وش. فبتحاول انها تطفي لوحة الرسم وما بنلحقش نشوف اللي حصل لها. وبنروح لعالم القصة تاني مع الشرطة اللي بتكون عاوزة تقبض على كان، وبيقدروا ان هم يوصلوا للفندق اللي هو موجود فيه. ولما بيروح الضابط علشان يفتشوا الغرفة اللي هو فيها، بنلاحظ ان الأوضة اللي فيها كان
قفلت واختفت من الوجود. وبيرجع الشرطة وبنلاحظ كمان ان ارقام عربيته اتغيرت، وده بيخلي الشرطة تتأكد ان هو مجاش هنا اصلا. وكل ده بقى كان يون هي اللي رسمته على اللوحة بعد ما قدرت انها تطلع والدها بره الغرفة، وبترسم كمان ادوية على لوحة الرسم، وبتظهر قدام كانغو وكمان كتبت له رسالة بتطلب منه يخلي باله من نفسه وياخد العلاج. بس القاتل بيخرج ليون من لوحة الرسم، بيحاول ان هو يخنقها بس هي بتطفيها وبتقدر انها تفلت منه، ولكن القاتل بيقدر ان هو يسحبها للعالم بتاع القصة تاني، وبتلاقي نفسها موجودة داخل المكتب بتاع هان، وبتسمع ان هو عاوز يقتل كانغ، ولكنها بتهرب من المكتب قبل ما يقدروا ان هم يمسكوها. وبتروح بعد كده على الغرفة اللي في الفندق، ولكنها بتلاقيها مقفولة. علشان كده بتروح على بيت كانغ وبتسأل عليه المساعد بتاعه، وبتقوله بس انها عايزة تطمن عليه مش اكتر. فبيديلها المساعد عنوان مكانه وبيقولها ان كانغ مستناه هناك. وبتخرج بعد كده يون علشان تروح للمكان ده، ولما بتوصل بتفضل قاعدة مستناه كانغ كتير، ولكنه بيجيلها بعد كده بالعربية بتاعته وبياخدها معاه وبيشكرها على انقاذها ليه، وبيقولها انها وصفت له العلاج بطريقة كويسة خالص، وان هو بعد ما اتعالج طلع من المكان والباب رجع اتقفل مرة تانية زي ما كان. وبيقول كانغ ليون تعالي معايا بقى، انا هعمل شوية حاجات سوا. واول حاجة ان هو بياخدها وبيشتري لها هدوم جديدة، وتاني حاجة بياخدها وبيروحوا سوا يقعدوا ياكلوا. اما تالت حاجة وهي ان هما بيروحوا علشان يعملوا شوبينج سوا. واخر حاجة بيرجعوا للبيت وبيروحوا بعد كده علشان يطبخ لها. وهنا بتنصدم يون لانها بتتذكر ان الحاجات ديت اللي كانت في الكتاب اللي هو جابهولها قبل كده، ومعنى كده ان هو فاكرها، ولكنه بيقولها ان هو شاف الحاجات ديت في قصة اسمها دبليو، وبيسألها لو كان هو جوزها اللي اختفى ولا لأ، وبتقوله ايوه. وفي الوقت ده بتتوقف القصة وبتظهر بابا للعالم الحقيقي، وبيخرج منها كانغ ويون سوا، وبيلاقوا نفسهم انتقلوا لبيت يون. وبتاخد يون بعد كده كانغ للأوضة اللي فيها والدها، وبيكون نايم لانه فقد الوعي بعد ما يون قفلت لوحة الرسم. وبيرجع بعد كده كانغ وبيشغل لوحة الرسم تاني، وبتكون دي البوابة اللي هيتكلم منها القاتل. وبيقول كانغ للقاتل انت هتفضل عايش في عالم القصة لوحدك وكل حاجة حواليك ثابتة. بس القاتل بيقوله انا مش محتاج اقتلك لانك كده كده ما بقتش الشخصية الرئيسية، وهتختفي بعد فترة وكل حاجة هترجع لطبيعتها. علشان كده بيكلم كانغ يون وبيقولها ان هو عاوز يقابلها، وبيروح بعد كده للبيت بتاعها علشان ياخدها تخرج معاه. بس هي بتدخل علشان تجهز نفسها، وهو بيدخل للأوضة بتاعتها وشاف هناك صور القصة وهي معلقاها على الجدار. وبتيجي بعد كده يون وبتحاول انها تلم الحاجة قبل ما يشوفها، بس هو بيقولها ان هو كده كده شافها اصلا، وهي بتكون مكسوفة خالص. وبيخرجوا بعد كده سوا في العربية، وبيطلب منها كانغ ان هو يدوقها الزبيب، فبتكون مفكرة بيهزر، فبيقولها هو انت مكسوفة ولا ايه؟ فبتقوله لا وهتكسف من ايه. وبيقرب الواد عليها كده وبيدوقها الزبيب. وبيدخلوا بعد كده للمطعم، وبيقولها كانغ ان هم لازم يغيروا قصة المؤلف، وان هم لازم يخلوا المدعي يقتل القاتل، وبكده يتخلصوا منهم هما الاتنين، وبكده يقدروا ان هما يتجوزوا وهتبقى نهاية القصة سعيدة. وبترجع بعد كده يون للبيت بتاعها، وبيروح كانغ للمساعد وبيقدر يعرف منه عنوان القاتل. وبيروح بعد كده كانغ للعنوان ده، والمفروض دلوقتي ان هو في العالم الحقيقي. بيرن على يون وبيقولها قدامك 10 دقايق وتشغلي لوحة الرسم وتنفذي اللي هقولك عليه. وبيقدر كانغ ان هو يستدعي نفسه وينتقل من العالم الحقيقي لعالم القصة. وبيدخل بعد كده وبيهجم على القاتل، وبيحصل بينهم قتال عنيف خالص، ولكن بيقدر كانغ في النهاية ان هو يهزمه وبيربطه. وبعد كده بيرن على الشرطة اللي كانت بتدور على القاتل لانه قتل الناس في محطة دبليو، ما تنسوش يعني. بتكون يون في الوقت ده بترسم عربية على لوحة الرسم، وبيخرج بعد كده كانغ من المكان وبيركب العربية اللي يون رسمتها، وبيهرب من المكان قبل ما الشرطة بتوصل. وبتدخل الشرطة للمكان وبتقبض على القاتل فعلا. وبيرن كانغ بعد كده على المساعد بتاعه وبيقوله بص انا عايش، وبيقوله على مكان جثته، وبيخلي الشرطة تروح لهناك. وبينتشر في الاخبار ان هم لقوا جثة كانغ ميت بعد ما الشرطة ضربت عليه نار وهو بيهرب. وبيرجع كانغ للمبنى بتاع القاتل تاني، وبيقدر يخرج نفسه من عالم القصة، وبيروح للعالم الحقيقي مرة تانية. ونروح بين احنا لهان اللي كان خايف ان القاتل اللي يعترف بكل حاجة، علشان كده كلم مجموعة من البلطجية وامرهم ان هم يخلصوا على القاتل داخل السجن. وكان الضابط بيحقق مع القاتل في الوقت ده، ولكن اول لما الضابط بيخرج من الغرفة بتاعة التحقيق بنلاحظ ان القاتل اختفى فجأة، وظهر بعد كده قدام القسم بره. وراح بعد
بعد كده ضرب واحد من الضباط وخلص عليه وسرق اللبس بتاعه، وراح بعد كده بيت المؤلف. ولما بيدخل الأوضة بيلاقي المؤلف هناك وبيقدر ان هو يتحكم فيه، وبتنكر بعد كده ان هو المؤلف. علشان كده يون لما بتيجي للبيت بتفكر ان والدها وشه رجع ليه مرة تانية، وبتروح علشان تحضنه. ولكن اثناء لما بيكونوا قاعدين بيعرف القاتل من يون ان كان مش موجود، وبيقولها القاتل اصل انا كان نفسي اخلص عليكم مرة واحدة. هنا بقى بتنصدم يون، بيقرر القاتل ان هو ياخدها رهينة، وبيخرج بها بعد كده للعربية، وبيأمر المؤلف ان هو يرسم له موبايل، وبيرن على هان وبيقول له ان كان ما ماتش زي ما انت فاكر، وبيقول له القاتل على مكان علشان يتقابلوا هناك. وبيأمر المؤلف ان هو يكسر لوحة الرسم لانه ما عادش محتاجه، وفعلا المؤلف بيسمع الكلام وبيكسره. ولما بيرن كان على يون ومش بترد بيحس ان في حاجة غلط، علشان كده بيروح للبيت بتاعها ولكنه مش بيلاقيها هناك، وبيلاقي والدها هو اللي هناك ولوحة الرسم متكسرة. علشان كده بيعرف انها اتخطفت، وبيروح بسرعة على مكتب هان وبيسأله على مكان القاتل. ولما بيرفض يقوله بينزل ضرب فيه وبيهدده لحد لما بيقوله على المكان. وبيكون القاتل راح مع يون للمكان ده ونزلها من العربية، وبيقول لها انا كان نفسي اقتلك قدام جوزك. وبتترجاها يون يسيبها، بس هو بيقول لها ان هو ما ينفعش لان دي مهمتي في القصة ان اقتلك. وبيكون كان بيحاول ان هو يوصل للمكان ده بسرعة، ولكن دي بتكون نهاية الحلقة وبيختفي فجأة، وبيظهر على الطريق في العالم الحقيقي وبيشوف الأحداث اللي الحلقة واقفة عليها. وقبل ما القاتل بيقتل يون بيسمع صوت، وده بيكون العصابة اللي هان بعتها علشان تقتله. بتستغل يون انشغاله معاهم وبتحاول انها تهرب، ولكنه بيضربها بالنار وبتقع على الأرض. ولما بتدخل العصابة ديت على القاتل بيضربهم بالنار وبيخلص عليهم هما كمان. ولما بيشوف كان يون على الأرض بيستدعي نفسه لعالم القصة، بيروح ياخد العربية بتاعته بسرعة وبيروح على المكان، وبيلاقي عربية القاتل قصاده وبيزود بنزين هما الاتنين وبيخبطوا في بعض، وبيحصل بينهم ضرب نار عنيف جدا. وبيقدر كان ان هو يخلص على القاتل وهو متعصب بسبب اللي عمله في يون. ولما بيدخل كان للمكان بيلاقي بس العصابة اللي هناك ومش بيلاقي يون موجودة. وبيعرف بعد كده من العامل بتاع الجراج ان هو لقى يون مضروبة بالنار، علشان كده خدوها للمستشفى. وبيروح كان لهناك علشان يشوفها، وبتكون حالتها خطيرة خالص. بيحاول الأطباء ان هم ينقذوها. وبيروح بعد كده هان للمكان اللي حصل فيه الحادثة وبيلاقي القاتل ميت هناك. بيفتح العربية بتاعته وواضح ان هو لقى حاجة مهمة فيها هنعرفها بعدين. بنلاحظ في الوقت ده ان وش المؤلف رجع له مرة تانية، وده لان القاتل اللي كان سرق وشه مات. وبيروح المؤلف مع المساعد بتاعه للمستشفى علشان يطمنوا على يون، ولكن الممرضة بتقول لهم ان حالتها خطيرة واحتمال كبير انها تموت. ولما بيعرف كان كده من الدكتور قرر انه يتصرف، دخل قاعد مع يون في الأوضة اللي هي فيها. ولما دخلت عليهم الممرضة مع ضابط الشرطة لقيتهم اختفوا من الأوضة. وبيكون المؤلف زعلان جدا على فراق بنته اللي اختفت ومش عارف مكانها، وبدأ يرجع تاني يشرب عصير ليمون لحد لما بيجي كان البيت المؤلف بالليل وبيسأله هي يون فين، فبيقوله انها اخدها لعالم القصة، وده لانه عايز ينقذها. وبيقول لهم انها فضلت هناك 3 ايام ما فتحتش عينها غير مرة واحدة، وبعد كده للأسف ماتت. بيقع والدها على الأرض من كتر الصدمة، وينقلوه بعد كده للمستشفى وما بيكونش قادر يتحمل فراق بنته. وبيفوق يجري في الطرقة وبيشوف كان من بعيد، وبيكون رايح علشان يرمي نفسه من على السطح وبيخلص على نفسه. ولكن كان بيجيله بالحق وبيقوله انت تقدر تنقذ بنتك، انا اخدتها للقصة علشان لو ماتت هناك فانت تقدر ترسمها مرة تانية وترجعها للحياة. بس المؤلف بيقوله ازاي هرسم تاني بعد ما كسرت لوحة الرسم بايدي. كان بيقوله انا واثق ان القاتل عمل منه نسخة تانية، وفعلا ده اللي حصل. وبتذكر المؤلف ان النسخة التانية موجودة داخل العربية، ودي بقى النسخة اللي هان لقاها في العربية وخدها معاه. وبيعرف كان انها مع هان، فبيروح للمكتب بتاعه علشان يجيبها، ولكن ده بيكون فخ ليه وبيطعنه الشخص بحقنة وبيقع على الارض مغمى عليه. وبيكون اللي عمل كل ده هو هان، وده لانه عايز يقبض على كان. وبنعرف ان هان عرف بالصدفة ان اي حاجة بتترسم على لوحة الرسم ديت بتظهر في الحقيقة، بس ما كانش فاهم ده بيحصل ازاي. علشان كده بيهدد كان وعايز يفهم منه كل حاجة. وبيقول كان الهان ان لوحة الرسم بتقدر ترجع اي شخص مات للحياة مرة تانية، ولو مش مصدق روح ادي الشاشة لصاحبها وهتلاقيه في المستشفى
المستشفى وهيرجع لك مراتي وهتتأكد بنفسك. وفعلا بيروح المغفل للمستشفى، ولما بيكون كان مع المساعدين بيبعت رسالة استغاثة للمساعد بتاع المؤلف عن طريق الكلام اللي بيقوله وبيتكتب قدام المساعد في القصة. وبيعرف المساعد ان الهدف في الطريق، والهدف ده يبقى يكون هان، وبيقدر كان ان هو يستدعي نفسه ويهرب من الحراس ويرجع للعالم الحقيقي. وبيكون عنده القدرة ان هو يستدعي اي شخص من القصة للعالم الحقيقي بمجرد التفكير فيه. بينتقل هان للعالم الحقيقي وبيلاقي هناك المؤلف والمساعد، وبيهجم المساعد عليه علشان اللوحة وبيضربوا المؤلف وبيوقعوه على الارض وبياخدوا منه لوحة الرسم. وبسرعة بيشغلوا المؤلف علشان يرسم يون، وبيلاحظ المساعد ان هان اختفى من الوجود وبيكون مصدوم خالص. بتصحى يون في بيت كان داخل عالم القصة مرة تانية، وبيتفاجئ المساعد بتاع كان لما بيشوفها، وبيظهر قدام يون ان الحلقة انتهت. وبترجع بعد كده للعالم الحقيقي وبيتكلم المساعد بتاع والدها علشان تطمنه عليها، ولكنها اول لما بتخرج من المبنى بتشوف بيول قدامها. بتعرف كده انها رجعت لعالم القصة مرة تانية، وبيظهر لها رسالة ان دي الحلقة الاخيرة في القصة. اما فكان موجود داخل المبنى وخرج بعد كده مع العمال اللي بره المبنى علشان يودوه للمستشفى. بس لما دخلوا علشان يجيبوا المدير بتاعهم ورجعوا علشان يروحوا الكنبة مرة تانية لقوه اختفى ومش موجود. وهنا بنلاحظ انه انتقل من العالم الحقيقي لعالم القصة مرة تانية غصب عنه، ولقى نفسه قدام العربية بتاعت هان ورجالته كلهم موجودين، وظهر قدامه رسالة ان دي الحلقة الاخيرة هو كمان. ونزل هان ورجالته قبضوا عليه. ولما المؤلف بيشوف صورة يون بنته وانها لسه عايشة في العالم الحقيقي بيخرج للطريق بسرعة علشان يروح لها وبيوقف تاكسي. بس لما بيجي يركب بيلاقيه اختفى، وبيظهر له رسالة ان دي الحلقة الاخيرة هو كمان، ومعنى كده ان هو كمان انتقل لعالم القصة. ولما هان ورجالته عذبوا كانوا ولكنه ما اعترفش باي حاجة، امرهم ان هم ياخدوه ويرموه قدام المستشفى لانه كان خلاص بيموت. واخدوه بعد كده في المستشفى علشان يعالجوه. وبتعرف يون من بيول ان الكلام ده كان من سنتين، وان هم قبضوا على كان ساعتها وهو دلوقتي محكوم عليه بالاعدام، وفاضله جلستين لسه علشان الحكم يتاكد. وبتروح يون للمحكمة علشان تكون جنبه، وبيكون كان فرحان خالص لانه اخيرا شافها مرة تانية وعايشة. وبعد ما بيتاكد الحكم عليه بالاعدام مرة تانية بتروح ليون وبتسأله هو ليه مرجعش للعالم الحقيقي. فبيقولها ان هو حاول كتير بس معرفش، وبياخدها الضباط بعد كده ولكنه بيتفاجئ بمفتاح الكلبشات ظهر في ايده وبيقدر يحرر نفسه، وبيظهر مسدس في ايده كمان. وبتخرج يون بعد كده مع المساعد بتاع كان من المحكمة، وبتروح علشان تقابل كان بعد كده وبيقعدوا سوا يهزروا. وبيقولها كان انها بقى اكبر منها بسنة دلوقتي. ولما بتسأله عن والدها بيقولها كان ان هو لما كان ماشي في يوم بعربيته ظهرت له رسالة فيها عنوان، ولما راح للعنوان ده لقى المؤلف موجود هناك وكان رابط نفسه بقاله سنة. وبنعرف ان الجرائم اللي عملها بشكل القاتل مأثرة على نفسيته ومخليه يرتكب جرائم تانية. ولما حاول يقتل صاحب التاكسي قدر ان هو يهرب منه، وقال لرجالة الشرطة اللي كانوا موجودين على الطريق وراحوا قبضوا على المؤلف. ولكنه في اسم الشرطة حاول ان هو يهرب، بس هم مسكوه وفكروه مجنون وخدوه على مستشفى للأمراض العقلية. وهناك حاول ان هو يقتل ممرضة وهرب بعد كده من المستشفى. وبياخد كان يون للبيت اللي والدها موجود فيه، وبتعيط يون على الحالة اللي والدها فيها دلوقتي. وبيطلب المؤلف من كان ان هو يسيبه يموت في عالم القصة، وده لانه ارتكب جرائم كتير واخرهم الممرضة، والشرطة اصلا بتدور عليه ومش قادر ان هو يعيش في العالم الحقيقي بسبب احساسه بالذنب. وكده كده اصلا مش هينفع ان كان والمؤلف يعيشوا سوا، لازم حد فيهم يموت لان كان هو بطل القصة والمؤلف شخصية ثانوية. في الوقت ده بيكون هان قدر ان هو يخطف المساعد بتاع كان، وبيرن عليه وبيقوله انت لو ما جتليش انا هخلص عليه. ولما بيرجع كان للبيت بيلاقي ان المؤلف بيحاول يقتل يون فبيبعدوا عنها. ولما بيفوق المؤلف ما بيكونش مصدق ان هو بيحاول يقتل بنته، وبيقول كان ليون ان الشرطة في طريقها للبيت وده علشان يقبضوا على والدها. وفعلا كانت الشرطة خلاص وصلت للبيت، ولكن بدأت كل ابواب البيت انها تتقفل، وده لان يون هي اللي عملت كده بلوحة الرسم. وطلب كان من يون انها ترسم باب في ظهر البيت، وقدروا بعد كده ان هم يهربوا كلهم سوا. وبيقول كان ليون فاكرة لما قلتيلي ان جوزك عمره ما قالك ان هو بيحبك؟ طب على فكرة بقى انا بحبك وبحبك جامد خالص. وبيروح بعد كده كان علشان يقابل هان
بيقدر ان هو يحرر المساعد بتاعه وبيخلي الحراس ياخدوه ويمشوا، وبيدخل بعد كده علشان يقابل هان، وبيقول كان الهان ان الفلاشة ديت عليها فيديوهات ليك وانت بتعذبني، ولو ما بعدتش عني هوديها للشرطة. ولما بيجي يسيبه خارج بينادي عليه هان وبيضربه بالنار، وبيقع كان على الارض وبيطلب هان من الحراس يخرجوا بره، وبيقول له هان انا ضربتك بالنار لان عرفت من المساعد بتاعك ان احنا داخل قصة، وعلشان تنتهي لازم حد يموت، يا اما البطل يا اما الشرير. ولكن كان قدر ان هو يخبطه بالترابيزة وقدر ان هو يهجم عليه، وبدأ القتال ما بينهم. ولما دخل الحراس بعد كده من بره لا كانوا قدامهم وضرب عليهم النار، وقدر ان هو يهرب من باقي الحراس اللي كانوا موجودين في المكان بعد ما خلص عليهم. وبيرن كان على يون وبيقول ان هو لازم يشوفها دلوقتي حالا. بترسم عربية قدام المبنى بتاخد المفاتيح بتاعتها وبتخرج، وبيرن كان عليها مرة تانية بيعرفها المكان اللي هو موجود فيه، وبيكون واضح ان هو خلاص بيموت. بيقول ليون ما اعتقدش ان نهاية القصة هتكون سعيدة. بتوصل يون للمكان وبتنزل من العربية وبتبص عليه بعد كده، بس هو بيقع على الارض وبعد كده بيموت. بتجري يون علشان تروح له، بس في عربية بتعدي من قدامها وبتلاقي يون نفسها في نفس المكان بس بقت موجودة في العالم الحقيقي. وبيلاحظ المساعد ان لوحة الرسم اختفت من الحقيقة، وبيروح بعد كده يشوف احداث القصة، وبيروح للمكان اللي يون بتكون فيه وبتكون قاعدة بتعيط على كانغ. بتروح بعد كده للبيت بتاعها وبتكون زعلانة لان كانغ اختفى خلاص. بتحاول تستخدم اي لوح رسم تانية وترسم والدها، ولكن مفيش حاجة بتحصل. وبدت انها توزع منشورات هي والمساعد يمكن يكون اي حد شافه. وعلى فكرة بقى دي ما كانتش نهاية القصة، لان هان كان لسه عايش، والمؤلف رن على المساعد بتاع كان وطلب منه ان هو يحرره. وبدأ المؤلف يستخدم لوحة الرسم مرة تانية، وواضح كده ان هو كان شايف نهاية افضل للشرير. خلى هان يرسم مسدس في ايده ويخلص على نفسه، وكتب جنبه رسالة ان كانغ بريء. وكان في الوقت ده المساعد بتاع كانغ جاله وخده للاسعاف بسرعة. بنكتشف ان هو اساسا لسه عايش. اما بالنسبة للمؤلف فهو اختار نهايته، وهي ان هو اخر حاجة عاوز يشوفها قدامه تكون هي بنت يون. واختفى المؤلف كده من القصة والحياة عموما. اما كان فتم الحكم عليه برضه بالسجن، وقضى مدة طويلة خالص في السجن. بنروح بينا للعالم الحقيقي مع يون. لما بتروح بعد كده للمكان اللي كان مات فيه بتفضل قاعدة هناك، وبيجي بعد كده شخص بعربية وبينزل منها، وبتاع يون على الارض مغمى عليها. بتصحى علشان تلاقي نفسها في حضن كانغ اللي بيقولها معلش انا اتأخرت عليكي، بس انا كنت